في بداية عهد المستنصر بالله كان الوضع في مصر متقلب. الدولة الفاطمية ضعفت، الأمراء اتخانقوا على السلطة، الجنود نهبوا الناس، والبلد مليانة فوضى. وفي وسط ده كله حصلت الضربة الكبرى، النيل انخفض منسوبه. واللي يعرف تاريخ مصر عارف إن النيل هو روحها، هو الأكل والزرع والشرب. ولما النيل يقل يعني المجاعة جاية، سنة ورا سنة، والمية بتنقص والزراعة بتقف والأسعار بتولع. في الأول الناس بدأت تبيع ذهبها ومجوهراتها عشان يجيبوا شوية قمح أو دقيق. تخيل معايا، مصر اللي اتوصفت دايماً بأرض الخير والنيل مرت ب7 سنين وصفوا في كتب التاريخ إنهم الشدة العظمى. سنين مجاعة ورعب، سنين أكلت فيها المجاعة البشر قبل الحجر. في عهد الخليفة المستنصر بالله حصلت أكبر كارثة إنسانية ضربت مصر، الشدة المستنصرية. 7 سنين عجاف من سنة 1065 لحد 1071 ميلادي. النيل قل مياهه، الإدارة فسدت، الفتن زادت، والناس غرقوا في الجوع. مش جوع عادي، ده جوع خلى الناس تاكل الكلاب والقطط. الكلب كان بيتباع ب5 دنانير والقط ب3. تخيل وصلنا لفين؟ المشهد كان جحيم. الناس بقوا يخطفوا ولاد الجيران ويذبحوهم وياكلوهم والكل ساكت. الشوارع اتحولت لساحة رعب، القوي بيصطاد الضعيف ويذبحوا وياكلوا في العلن. ابن إياس حكى عن مشاهد تقشعر لها الأبدان. ناس كانوا يقعدوا فوق أسطح البيوت بخطاطيف يستنوا أي حد يعدي من الشارع يخطفوه ويذبحوه وياكلوه بلحمه وعظمه. والوزير نفسه كان عنده بغل واحد بيركبه، اتسرق منه، قدر يقبض على اللي سرقوه وشنقهم على شجرة، بس تاني يوم الصبح لقاهم عظام بس. الناس من شدة الجوع أكلوا لحومهم. في حارة كاملة في مصر كانت معروفة وقتها بحارة الطبق، 20 بيت قيمتهم آلاف الدنانير، ادعوا كلهم بطبق عيش، كل بيت برغيف واحد. ومن يومها اتسمت الحارة دي حارة الطبق. والأبشع سيدة غنية قاعدة تتفرج على عيالها بيموتوا من الجوع، قررت تبيع عقد لؤلؤ قيمته 1000 دينار مقابل كيس دقيق. ولما لقت واحد يشتريه جرت بيه، لكن الناس الجعانة خطفت الكيس في الشارع. المأساة لدرجة إن في واحد اتقبض عليه وهو بيقتل الستات والأطفال ويبيع لحومهم للناس الجعانة، يدفن راسهم وأطرافهم ويكمل يبيع الجسد. الغلا والوباء خلطوا النار بالهوى. في أيام كان بيموت 1000 بني آدم، ووصل العدد أحياناً ل10,000 في اليوم. اتقال إن في يوم واحد بس مات 18,000 شخص. المؤرخين ذكروا إن مصر خسرت 1,600,000 بني آدم، تلت سكانها. حتى قصر الخليفة نفسه اتنهب. المستنصر ما فضلش عنده غير رخام قبور آبائه، باعه عشان يلاقي أكل. وتخيل، الخليفة نفسه كان بيعيش على صدقة بنت فقيق بتديله رغيفين عيش في اليوم. مصر اتحولت لجحيم حقيقي، مجاعة بتطحن شعب كامل. بس وسط السواد جه راجل اسمه بدر الدين الجمالي، والي عكا. المستنصر استنجد بيه وقال له انقذ مصر. اشترط انه يجي برجاله ويسيطر ويعيد الأمن بقوة السلاح. وافق الخليفة ودخل بدر الجمالي مصر، طرد الجنود المتناحرين، عاد تنظيم الري والزراعة، وزع المحاصيل للفلاحين 3 سنين كاملة، وخلى الرابعة للدولة. الراجل ده غير وجه مصر، ومعاه رجعت مصر تلتقط أنفاسها. وبعد 7 سنين من الرعب فاض النيل وانتهت الشدة العظمى. وإكراماً ليه المصريين أطلقوا اسمه على واحد من أشهر أحياء القاهرة، حي الجمالية.
دي مصر يا جماعة، بلد عدت على أيام لو اتعملت فيلم رعب مش هيصدقها حد، لكن التاريخ بيشهد إنها حقيقة.